بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشرح لكم ازاي تشغلوا برنامج الحاكم بعد بعد ظهور المشكلة آه، اللي هي بتاعت 302 باوند. تمام. المشكلة دي طبعا في معظم الخطوط، ان شاء الله هنحلها مع بعض. انا هنا طبعا حليتها لنفسي. تمام. وهوريكم برضك انتوا ازاي تحلوها. طبعا لازم تتحل عند كل الناس، لان هقول لكم على شوية خطوات. اهو انا عندي، بصوا، شغال. تمام. هنيجي مثلا كده اوقف بس البرنامج. انا هحاول الغي المشكله، ارجعها تاني، اخلي المشكله عندي واحاول احلها تاني قدامكم. لو معرفتش هوريكم انتوا تعملوا ايه. تمام. وانا لو عرفت ارجعها واحلها تاني بعيد عن الفيديو ده، يعني هبقى اركب الفيديو هنا بعد اوريكم. تمام. نيجي مثلا هنا، هنلغي دي. انا بحاول ارجع المشكله تاني عندي. تمام. ندخل في الشبكات، في فودافون، مثلا اخليها 2G. تمام. واغير نقطه الوصول، هنا كنت اعملها على الاصليه. تمام. اهو خليته مثلا على ويب، واعمله مثلا على وضع الطيران يا دوبك ثانية. تمام. هنرجعه تاني، هنفتح البيانات. تعالى كده نجرب البرنامج نشوف هيفتح ولا لا. بسم الله. البيانات بس مستنيها تتفتح. البيانات فتحت. نيجي نشوف هنا يجيب لنا ايه. اهي شايفين المشكلة جاتلي. عرفتوا بقى المشكلة منين؟ اهي كانت شغالة، المشكلة جاتلي. نيجي بقى تاني نحلها. اول حاجة، المشكلة هتتحل ازاي؟ اول حاجة يعني ادي البيانات مقفولة كل حاجة. المشكلة ان الاي بي لازم يتغير عندك. هنيجي مثلا هنشوفه. طب نعرف منين يتغير؟ من برنامج كي بي ان تانل. ندوس عليه. الاي بي بيكون مكتوب هنا هو عند كلمة كي بي ان سوفت وير. تمام. يبقى مكتوب هنا الاي بي. لو كده مثلا فتحنا البيانات، تمام، ادي قفلنا البرنامج، البيانات فتحت فوق. نيجي نفتح اهو شايفين لوكال اي بي 10 6 7 53 59. الاي بي ده لما بيتغير المشكلة عندك ساعات بتتحل. نيجي مثلا نقفله. تمام. اهو شفتوا كان كام؟ اخره اول 10، اخره 73. نيجي مثلا نفتحه تاني. تمام. انا معاكم اهو الفيديو، مش وقتك خالص. نيجي نفتح. بصوا 10 167 202 62. بس برضك المشكلة هتبقى موجودة. تمام. هي المرة بس انتوا لازم تقعدوا تكرروا لغاية ما تلقط معاكم. تمام. المشكلة اهي اتحلت اهي، سبحان الله، لوحدها. بس انا برضك هقول لكم على شوية خطوات. انا يعني سبحان الله غير قفلت وفتحت زي ما انتوا شفتوا. تمام. ده 302 فاوند مشيت وخلاص. الكونفج بيعدي في نفسه. جي عشان تشوفوه. تمام. يعني اهو شبكات فودافون، جي عشان بس القط بسرعة اوريكم ان المشكلة اتحلت. في ناس لما تعمل الخطوة دي اللي انا عملتها مش هتتحل معاها بسرعة، فانا هوريكم ان انتوا تعملوا زيادة عشان برضك تتحل. شايفين انا اتحلت هنا عندي. لو عايزين ارجعها لكم تاني ارجعها لكم، بس كده كفاية. انا هقول لكم برضك تمشوا شوية احتياطي. تمام. اول حاجة بتقفلوا البيانات. تمام. ولازم يكون عندك برنامج كي بي ان تانل. تمام. بتروح على الاعدادات والمزيد، الشبكات وفودافون. تغير بقى نقطة الوصول. تمام. تقعد تبدل فيهم لو عندك كذا واحدة، بس في الاخر تشتغل على ويب والعادية. تمام. تقفلها وتعمل إعادة وضع الطيارة مرة وتسيبها 10 ثواني وترجع تفتح الويب. وتيجي ترجعوا تشوفوا هنا اهو، هتشوفوا الأرقام دي تتغير. الرقم اتغير، تخش تفتح البرنامج وتدوس اتصال. اشتغل تمام، ما اشتغلش تكرر المشكلة، تكرر الخطوة دي تاني. واللي هتلاقي الاي بي هنا برضك اتغير. تمام. لو جينا شفنا اهو، بص ولا ما قفلته. تمام. انا قفلته اهو. نيجي نفتح تاني قدامكم اهو، هتلاقي الاي بي اتغير تاني لوحده، او اتغير بقى 153. تمام. فهي دي المشكلة، ان الاي بي بتاعك لما بيتغير المشكلة بتتحل واحدة واحدة. فانت اهو كرر عشان يشتغل معاك. طبعا هتقعد تبدل في نقط الوصول، تعمل إعادة، تعمل وضع الطائرة، وضع الطيران.
تمام، وترجعه تاني وتفتح البيانات وتخش تشوف اتغير. يلا بينا نخش مثلا نفتح. تمام اهو. وكذلك تقعد تعيد لغاية ما هيفتح معاك. بص المشكلة رجعت، انا ما عملتش حاجة بس المشكلة رجعت. تعالوا مثلا اهو مكررها تاني معاكم. تمام، المشكلة رجعت، انا هكررها تاني معاكم. يجي مثلا هنا هعمل شبكات، لا مش دي اتصالات، نعمل هنا فودافون، اغير مثلا نقطة الوصول، اعمل على وضع الطيارة. تمام، ارجعه تاني، نفتح البيانات، هنشوف هنا الكي بي ان تونل. لسه في بيانات تتفتح. انا تليفوني 3%، اول ما يوصل واحد بس احاول اوصله لو انا حتى ما خلصتش او كده كده. انتوا عرفتوا الخطوات عاملة ازاي. ايه البيانات فتحت، النقطة هنا لسه متغيرتش. تمام، تعال نجرب هنا تاني. نفتح البيانات. تمام، نفتح البرنامج، بس انا خليها 2G. انتوا لازم تقعدوا تحاولوا في الكام خطوة دول. لا اتصالات مثلا اهي 2G. تمام، هنا هتقفل البيانات فوق، هتفتح تاني، هنشوف الاي بي بس ما تغيرش برضو عشان المشكلة تتحل معاك واحدة واحدة. نعمل مثلا وضع الطيارة، نقفل البيانات. تمام، نسيبه شوية، نقفل وضع الطيارة، نفتح البيانات. هنشوف هنا يجيب لنا الاي بي كام. تمام، اصبر بردك اهو غيره بقت 79. طب تعالى نجرب كده شوف المشكلة مشيت ولا لا. لسه موجودة، لسه المشكلة موجودة. فحاول تاني وحاول تالت وحاول رابع لغاية ما تتحل. هي بتبقى اول ما تتحل خلص الموضوع كله. انت شفت ما جت معايا من اول مرة، انت لا تيجي معاك من تاني، تيجي معاك من تالت، لازم تقعد تحاول. يجي هنا مثلا نغير النقطة اللي هي دي. تمام، نيجي نبص في البرنامج، لسه زي ما هي النقطة، لسه زي ما هي. لا نغيرها، اعمل وضع طيران.